طيب العنف النفسي، وهنا اللي فيه التقليل من الشأن، في التهزيء، في الصوت العالي، في عدم الإحساس بالأمان، عدم الإحساس بالاحترام. ليه أجبر بنتي إنها تبقى موجودة مع حد يمارس عليها كل الممارسات دي ونعتبر إن ربنا هيهديه بعد الجواز؟ لا، على فكرة المريض مكانه العيادة النفسية، مش مكانه إنه يروح يتعالج بعد الجواز. العنف الجنسي اللي هو عدم احترام إرادة اللي قدام مني. طب ده يبان في الخطوبة؟ طبعا يبان في الخطوبة. لما حد يفرض نفسه على خطيبته بطريقة فيها تلامس هي مش مستريحة له، او انه يحاول انه يبوسها حتى لو كاتب كتابه، طالما هي مش مستريحة او مش عايزة. لازم البني آدم من الخطوبة يبان انه بيحترم حبيبته، مش بس قدام الناس، بينها وبينه، بيحترم إرادتها وبيحترم رأيها، واللحظة اللي تقول فيها أنا مش مستريحة للسلوك ده يحترمه، وإلا يبقى بنتكلم على عنف جنسي. العنف الاقتصادي شكل من أشكال العنف، فكرة إن أنا أقول لها لا تقعدي في البيت، لا ما تشتغليش بشهادتك، لا أنا عايزك تقعدي لي وتفوقي لي، بدل ما نفكر سوا إزاي نبني البيت سوا ونساعد بعض سوا. أنا بعزلها عن العالم وبخليها في حالة عوز طول الوقت واحتياج ليا، وابقى أنا اللي ماسك الحنفية، أنا اللي أدي وأنا اللي أمنع.